أن أقاليمنا الجنوبية تعيش تحولات نوعية على المستوى التنموي، مدعومة بإنجاز عدد من الأوراش المهيكلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. فالديناميات التنموية في هذه الأقاليم تبرز بالملموس وجاهة الاختيارات الملكية السديدة، خاصة بعد إقرار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يتوخى وضع الإنسان في صلب أولوياته، كما يعكس رؤية استشرافية للتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة، وفي نفس الوقت يؤمن مساهمة الفاعلين المحليين في البرامج والسياسات الترابية على مستوى الجهات الجنوبية الثلاث. وهو نموذج مبتكر يشتمل على محاور رئيسية كانت لها آفاق واعدة في تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية، وفي جلب الاستثمارات وخلق فرص شغل بتكلفة مالية أولية لا تقل على 77 مليار ديال الدرهم.